لكن اليوم مثل ما أنتم تطالبون ومستقتلين على الحشد وغيره، ليش ما تستقتلون على الفاسدين وتحاسبونهم؟ أنشط الدورات كانت الدورة الثالثة، عند قانون الحشد. لولا الدورة الثالثة وأبطالها اللي وقفنا ضد سفارات ووقفنا ضد توجهات وجهات سياسية، الحشد اليوم ما موجود. وللأمانة التاريخية أن لولا الحشد لما بقى العراق. القتال اللي بدأ في بداية 14 بدأ من أطراف بغداد وأطراف المسيب، على أطراف بابل كان القتال هنا. من هو القام به؟ قاموا بالأبطال المجاهدين اللي هم اليوم اللي هم الهيكل الأساسي للحشد الشعبي. لولا قانونهم لما بقى الحشد اليوم. واللي اليوم نرى كثير من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على أنه تساوم العراق، أما حل الحشد أو دمجه وأما العقوبات الاقتصادية على العراق، وهذا تدخل سافر في الوضع العراقي ولا يمكن أن نسمح به. لا يمكن أن نسمح به، لا أفراد ولا حكومة ولا أحزاب سياسية. إذا أنتم ما تسمحون للواحد أن يتدخل بالحشد الشعبي، تمام. الحشد الشعبي له دور كبير في حقيقة انتشال العراق من عصابات تكفيرية. نعم. هذا شيء أعتقد لا إشكال فيه. لكن اليوم مثل ما أنتم تطالبون ومستقتلين على الحشد وغيره، ليش ما تستقتلون على الفاسدين وتحاسبونهم؟ بالتأكيد سيد الفاضل، أنا أشوف من أفضل البرامج اللي القوى السياسية واللي أنا اليوم كمرشح في الانتخابات نتبنى هذا الموضوع، أنه نعم محاربة الفساد بصراحة يحتاج له جهود كبير، يحتاج له من كل العراقيين. اليوم الفساد وين ما يعني منحصر، أنا حصر لك تماما بالوزير وحاشيته والمحافظ وحاشيته، يعني